السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم وشرفتونا هنا على القناة في الموسم الخامس، موسم البحر، موسم جديد، موسم مختلف، وهنعمل سلسلة حلقات آخر الأخبار. آخر الأخبار هتنزل كل نهاية شهر نجمع فيها كل الأخبار اللي حصلت خلال الشهر، وده طبعا مجهود جبار جدا يحتاج منك إن أنت تنزل تعمل لايك وبعد كده تشترك في القناة وتشير المحتوى على قد ما تقدر وتستفيد إن شاء الله بإذنك يا رب من المحتوى ده. محتوانا النهارده هيتكلم عن ممكن 30-40 خبر، هنشوف مع بعض الاخبار كلها، هنسردها كلها مره واحده. فيلا بينا نبدا. شوف المقدمه وارجع لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره تانية، واهلا وسهلا بيكم وشرفتونا هنا على القناه. هنتكلم بقى من الكبير، اي حاجه بقى فيها فكره او يعني حاجه عايز اتكلم عليها على طول هتكلم بقى من الكبير، مش لازم بقى يكون ورايا خلفيه بريدج ومركب والكلام من ده. النهارده موضوعنا كله هيتكلم عن التعديلات الجديده والاتفاقيات الجديده والاخبار اللي حصلت خلال شهر اكتوبر كلها. هنسردها مره واحده وان شاء الله باذنك يا رب وتعجبك باذن الله، لان انت لو متابع وانت بحار حقيقي هيهمك الموضوع ده. غير كده يا ريت تقعد في البيت وتسيب المجال، عشان المجال نفسنا نعدله شويه، ما تزعلش مني. خلينا نبتدي اخبارنا باول خبر وهو اهم خبر معانا. سولس تم تعديلها وبقى فيها 15 فصل، وهي كملت 50 سنه زي ما انت كده شايف في الصوره. ليه بقت 15 فصل؟ لان هم لاحظوا ان مجال الاوفشور محتاج ان هو كمان يعملوا عليه سبوت، مش يسيبوه بس للثير بارتي اورجانيزيشنز هي اللي تهتم بيه زي الايمك او حاجات من دي. لا، سولس النهارده خلت المجال الاوفشور مجال اساسي، هو كده كده مجال اساسي، بس عملت له بقى اتفاقيه وبقى ليه فصل، وهيبدا ينزل له بقى حاجات. وبسم الله ما شاء الله بقى انت خد عندك بقى لما ينزل لك انت حاجات، مش هتبقى ملاقي حاجات بقى في مجال الاوفشور يعني عامه. فده كان لابد ان احنا ننبه عليه، ولما تكون انت على المركب لازم تبقى عارف سولس بقت 15 فصل، والفصل اللي هو بتاع بيرسونال ترانسفير والحاجات ديت، وانت تقرا عنه شويه برضه يعني، ثقف نفسك يا عم، ما فيهاش حاجه يعني. تاني حاجه معانا الكالوريك، برضه من الكتب المهمه جدا من المطبوعات، ممكن هو من احسن الكتب اللي موجوده، اللي لم حد يمسها باي تعديل او قال عليها غلط. بس انا عندي ملاحظات وهنبقى نقولها مع بعض ان شاء الله جدا في حلقات فكر ووعي، دي حلقات اخر الاخبار. بقى 41 قاعده، واحنا قلنا الكلام ده على قناه التليجرام اللي انت ما رحتش اشتركت عليها، ولا قناه الواتساب، اللينك تحت في الديسكربشن، روح بص عليهم واشترك عليهم وتعالى لي هناك عشان بنزل حاجات على طول، مش تستنى هنا بس قناه اليوتيوب. طبعا ده مهم انك تشترك هنا. فكروا بقى 41 ونزل له تعديل. المهم بقى عندي ايه؟ ان انت لو على المركب لازم تجيب اخر تعديلات اللي هي من 8، ممكن 38، هتجيب بقى التعديل القاعده 39 و40 41 وتطبعهم وتخليهم في الكتاب عندك. لو انت عندك برنامج بينزل لك التحديثات على طول كده كده هو هينزل لك، بس انت لازم تبقى تتاكد ان هو فيه سبلايمنت 1 و 2 بس، مفيش اكتر من كده. الابطال احمد يوسف قال، الدكتور طبعا والابطال احمد يوسف الرباني الكبير بتاعنا في الكليه، اعلن ان الام ال سي في شهر 12 اللي جاي في 2024 هيحصل فيها تحديثات كبيره جدا وتحديثات جذريه. خلاني رحت دورت، فعلا الناس كلها بتتكلم على ان النهارده الاونرز هيتعب جدا مع البحاره الايام الجايه. طبعا احنا بعيد عن الكلام ده كله، واحنا طبعا في مسافه بيننا كبيره جدا وبين الام ال سي. وبما ذكرنا بين الام ال سي، خلينا نتكلم ان البحاره المصريين والبحاره العرب عامه دلوقتي اللي هم مش موقعين على السي 185 الاس اي دي، سيفيرز ايدنتيفيكيشن كارد او ايا كان او داتا وكلام من ده، البرازيل النهارده بتغصب على كل العالم ان هم يتحولوا للنظام ده. فاحنا طبعا كبحاره مصريين بنعاني من الموضوع ده، والموضوع ده هيخلينا نروح لمناطق مش كويسه. يعني احنا كده كده متبهدلين، فما تبهدلوناش اكتر. فاحنا ذكرنا بالخبر ده البرازيل النهارده بتفرض عقوبات كبيره جدا لو ما رحتش، وفيزا البرازيل ما بتطلعش غير هي بسنه، والسنه ديت غير مجزيه وغير اصلا نافعه، لان كده كده انت ممكن السنه تعدي عليك وانت لسه ما طلعتش المركب، فتضطر تروح تطلعها تاني. فحوار كبير وحوار صعب جدا. نذكر الخبر الرابع، الايكس اللي هم الانترناشونال اسوسيشنز اوف كلاسيفيكيشنز، كنا احنا درسناها في شيف اوسر وكلكم درستوها. الخبر الجديد او ممكن التعديل ده حصل من فتره، بقوا 12 كلاس، واللي يعني اتفاجئت بيه جدا. عشان كده احنا بعيد، وفي جاب كبير جدا هيحصل ما بين الدول النقل البحري اللي هي كانت الام، زي مصر مثلا كانت هي الام في المجال وهي المتصدره. هيحصل جاب كبير جدا، لان النهارده الهند والصين بقوا في الكلاسيفيكيشن وبقوا معتمدين وبقوا ليهم ان وزاد وزواد زي ما بيقولوا كده، وليهم كلمه في الكلاس عامه. فتخيل ان مركب ممكن تكون رافعه علم هندي، كان زمان ممكن نقول ايه العلم الهندي دلوقتي، قصدي تكون كلاس هندي او حتى علم هندي وكلاس هندي، وكنا بنقول زمان يعني مشي حالك. لا، النهارده مش مشي حالك بقى.
نيجي للخبر الخامس الا وهو البريدج ريسورس مانجمنت. هتبقى مانداتوري الايام اللي جايه عن طريق فلاج ستيت وعن طريق الناس، فبقت شهاده مهمه، ما بقتش اختياريه، فخلاص انت كده كده لازم هتابلاي عليها وهتروح عليها، لان دي من الحاجات المهمه جدا وهنبقى نشرحها، لان بالفعل انا عايز اشرحها يعني عامه. نيجي للخبر السابع او السادس زي ما بيقولوا حسب بقى الترتيب. الميديترينيان سي هيبقى ايكا زون، وطبعا دي هتبهدل الشيب اونرز كامه، والسولفرز بقى والريجوليشنز بتاعت الماربل والحاجات دي كلها هتبقى ايكا زون، فانت متخيل. ومعاها برده الريد سي والجلف اوف ايران هيبقى في 1/25 برده، هو كمان هيخش في ماربل، بس الفصل الاول والفصل الخامس اعتقد. فدول برده من الحاجات المهمه اللي لازم ننبه عليها من الاخبار اللي هتنزل الايام الجايه. في خبر ممكن ما يشغلكش بس هو يشغل الناس اللي مهتمه بالبحاره. رئيس الاي ام او لاول مره يحضر اجتماع الاي ال او، فطبعا الاي ال او متضايقه جدا بسبب، انا ما بحبش الكلمه ديت عمال النقل، احنا مش عمال نقل ولا اي حاجه، ودي كلمه بعترض عليها دايما، ولكن هنعديها ونقول عمال النقل. يلا يا سيدي عمال النقل. فهو اجتمع معاهم عمال النقل البحري بخصوصا البحاره، وطرحوا عليه بعض الافكار اللي هي هتحصل فعليا، وهيبقى في اتفاقات جديده، والدول اللي مش هتتابع الموضوع ده والنقابات والاكاديميات مش هتتابع الموضوع ده هنقع ونتفاجئ زي ما بنتفاجئ كده اس اي دي مش عارف ايه كل شويه البحاره المصريين يلبسوا في حيطه كده بسبب ان مفيش حد متابع الحاجات دي. نيجي لرقم 8. تعديلات نزلت على العلم بتاع ليبيريا، الشيب اونرز برضو لازم ان هو يتابع، والبحاره انها لازم تتابع. ليبيريا فلاج طبعا هي من الفلاج الكبيره هي وبنما، فنزلت تعديلات مهمه جدا في الدريلز والاس اي ال اس اي والريست اوف اورز. تعديلات كتير جدا محتاج انك تقراها زي ما انت شايف كده، محتاج انك تقراها وتعمل لها داونلود، وانا هنزلها على قناه التليجرام اللي قلت لك انت ما بتروحهاش، هي وقناه الواتساب، يبقى برضو اقراها كده وثقف نفسك يا عم، لان ده مهم جدا انك تبقى عارفه. منطقه سنغافوره، منطقه سنغافوره من اكبر المناطق الكبيره جدا، عملت تعديلات جذريه جدا في المينا بتاعها، في السيت اب بتاعها، وهنتكلم عن الحادثه عشان انا عارف الناس عايزه تتكلم عن الحادثه، بس عايزين نقول ان منطقه سنغافوره وملاكا ستريت كان السكيورتي او البايرسي في الحته ديت مش كبير. النهارده في السنه ديت في حوالي من 38 ل 39 مركب حصل لهم بايرسي اتاك، والبايرسي اتاك كان عباره عن سرقات وعباره عن يعني تحذير واجرام وكلام من ده، وده برضو من الحاجات اللي يعني كنت مستغربها. المناطق دي ما كانتش كده، المناطق دي اتحولت النهارده من برضو ملاكا ستريت تحول منطقه تجاريه كبيره ومنطقه خطره، فممكن يحصل اتفاقات وتعديلات كتير الفتره اللي جايه، وده كان لازم ننوه له عشان لو انت معدي بالمنطقه دي تشد حيلك شويه معانا. الحادثه اللي قدامك اللي هي حصلت ديت بتاعه سنغافوره وبتاعه البانكرنج، في حد نزل مقال حلو جدا وحكى على التشين ايرور، وانا كنت حكيت على التشين ايرور طول الوقت بحكي عنها. الناس طبعا مسكت لك وقالت لك ان السيفتي ومش السيفتي والكلام الكتير اللي اتقال عنها، ولكن هي اهم بند فيها هي التشين ايرور. في اخطاء متكرره حصلت لان المركب بان عليها من الصور والفيديوهات، ولسه طبعا التقارير ما ظهرتش، فهيبان. معانا خبر بقى مهم قوي 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 الرقم اللي جاي ده. الابطال رضا الناتوري طبعا استلم جايزه من ميشن اوف سيفيرس، بيشتغل في الشركه اللي انا كنت شغال فيها في الاول في اول حياتي، الاي او مش هننطقها طبعا. بسم الله ما شاء الله، الخبر نازل اهوت على الفيسبوك وعلى لينكد ان، ومتشرف والف مبروك للابطال رضا بحصوله على الجايزه ديت يعني. وطبعا دي كان ما حدش اتكلم عنها ولا حد عارف، انا ما اعرفش الابطال عامه، بس عجبني جدا، راجل مصري مشرفنا بسم الله ما شاء الله عليه. نيجي لحادثه المركب دالي، نزل لها تقرير مهم جدا، وقال طبعا ان الباور انقطع والكلام كتير لسه فيها، بس التقرير ده انا هبقى اشرحه عامه، بس حلو ان طلع لها تقرير وهو قال الهاي فولتج هو اللي اثر على الموضوع ده وحملت الحادثه. بس التقرير ده لازم انت تقراه وتتعلم منه، لان هو يمكن من احسن التقريرات اللي انت ممكن تتعلم منها ازاي تعمل في دي ار اوبريشن. نيجي على اكاديميات العالم العربي، اتطورت النهارده وبقت المنافسه كبيره، والاكاديميه البحريه لازم تبقى عارفه ان المنافسه بقت كبيره، بس هل يا ترى احنا رايحين لحته كويسه ولا هنفضل اكاديميات عدد زياده وخلاص وهنفضل في منطقه؟ طبعا منطقه الخليج فيها شركات كويسه ممكن الطلبه بتاعتها تلاقي شغل ووظائف، بس يعني هل المنافسه هتبقى كويسه؟ اكيد المنافسه هتبقى كويسه وكل حاجه، لكن مش عارفين احنا رايحين فين برضو، لازم استراتيجيه معينه. الكتب والمطبوعات، الخبر ده مهم. السيف وركينج او الجود براكتس سيف وركينج النهارده نزل له تعديله بقى في 2024، ونزل فيه تعديلات في البي بي اي، ونزل فيه تعديلات في الورك لوفت، ونزل فيه تعديلات كتير جدا. لازم الكتاب ده لو طبعا يكون عندك اخر اصدار ليه وتقرا فيه، لان ده هيفيدك كشيف اوفيسر قوي لو انت متخصص انك عايز تروح لشركات كبيره وعايز تتثقف نفسك يعني. فالكتاب ده مش من الكتب العاديه. الخرائط بتاعت السكيورتي كيو
6110 وكيو 6111 نزل لها تعديل في 2024. السكند اوفيسر لازم ياخد باله بتاعت السكيورتي بالذات بتاعت الادميرالتي، لان ديت هي الخرائط الوحيده اللي موجوده في عز نظام الاي ان سي ما شغال. تعديلات سولس في ال اس اي نزل تعديلات كتيره جدا عشان تبقى فاهم، وهتنزل في 2026 و2025. من ضمن التعديلات الغريبه اللي هتنزل يعني او مش غريبه، هي كويسه جدا، ان الارينجمنت بتاع الفري فول هيتغير. ومثلا عندك تعديل مهم جدا، لو انت مركب فوق ال 20,000 طن، بعد كده هتنزل الفري فول على سرعه 5 عقده، مش لازم تستنى اي حاجه ثانيه، عادي يعني تنزل، بس لازم تكون ده. وعندك اللايف بوت الاورز اللي هو المجاديف، بعد كده هيبقى فيه 2 يعني رفاصين، هيبقى فيه رفاصين. والجيم دي اس اس نزل لها تعديل، احنا كده قلنا ان كتاب الجيم دي اس اس نزل له تعديل. ايوه جيم دي اس اس، كتاب الجيم دي اس نزل له تعديل في 2024، وكتاب مهم ولازم انت تروح تبص عليه برضو، هل موجود عندك 2024 ولا لا. من الحاجات المهمه برضو ان ماربل هيتم تعديل الاتفاقيه بتاعه الجاربج، في القاعده بتاعه الجاربج، لان احنا كنا بنقول زمان فوق ال 400 طن، لا النهارده بقت المراكب من 100 ل 400 وطالع هيبدا لازم يكون عندهم جاربج ريكورد بوك. تعديلات في ماربل طبعا برضو في الشيب انرجي، دي طبعا هيحصل فيها تعديلات جدا في الداتابيس والشيب اونرز. على فكره الشركات الصغيره هتتبهدل في الموضوع ده قوي قوي، والبحاره برضه هتتبهدل في الموضوع ده، وهينزل يعني شغل كبير جدا. الناس اللي مهتميه بالرايت شيب والساير اللي هم شغالين في التانكر والسي دي 1 والحاجات دي كلها، نزل ليهم كلهم تعديلات، وتعديلات قاتله. يعني انا لسه لحد دلوقتي بقرا فيها تعديلات صعبه جدا. سكن اوفيسر، سيرد اوفيسر، شيف اوفيسر، لازم لو انت شركتك تحت الثلاثه دول ايا كان تانكر او بلك، لازم تقرا التعديلات دي وتقراها بعنايه، دي لانها تعديلات جذريه فعلا. اخبار خارجيه في ابل عمل كده، قناه السويس لسه معدي النهارده الخبر، حبينا نضيف منه اكبر حوض عائم، لسه الصور زي ما انت شايف كده، يعني حاجه برضو لها الفخر ولها يعني قصه كبيره. نيجي بقى لخبر مهم، وده انا هعمل عنها محتوى اكيد ان شاء الله بالسعوديه. السعوديه بتتطور في مجال النقل البحري بطريقه هايله، وعملت حاجه انا كنت بتمناها تحصل عندنا في مصر، ان احنا برضو من الاوائل في البحر، مؤتمر البحار. مؤتمر البحار ده برعايه وزاره النقل، فاهم؟ مش اكاديميات ولا هيئات، لا وزاره النقل نفسها عامله مؤتمر بحار وضمت البحار زي ما انت شايف كده وبتعمل. وهم عندهم المؤتمر السعودي البحري برضو، السعوديه هيلزمها حلقه، فالخبر ده مهم انك تبقى عامل عليه سبوت. السعوديه النهارده بتتغير في مجال النقل البحري قوي. من الاخبار برضو المهمه اللي هي بره الصندوق شويه، يا ريت ناخد اكشن في موضوع اللاسلكي، لان موضوع اللاسلكي اتطور قوي وبقى فيه احداث وحشه جدا بتحصل، وده احداث نصب وكلام من ده، فمش عارف اقول لك ايه يعني. بالنسبه للخبر بقى جديد برضو، الفي اتش اف هينزل له حاجه اسمها الفي دي اي، والفي دي اي دي هنبقى نحكي فيها مطولين، يعني مطولين شويه، هيحصل فيها تعديل، وتعديل مهم قوي قوي. اخر 5 اخبار معانا، ودول اخبار مهمه برضو لازم تبقى عارفها، ان الجريج النهارده الشركات الجريجيه بدات ترجع لمستواها تاني، وبدات تزيد، وبدا مش ده هو الخبر المهم، ان بدا السوق بتاعها يزيد. الخبر النهارده ان البديل بتاع روسيا واوكرانيا، كنت انا اتكلمت في الموضوع ده وكان لابد ان احنا ماشي ما علينا، يعني النهارده اتجهوا للاندونيسيين والصينيين. الصينيين الجنسيتين دول ملوا يعني بقى خلاص دخلوا في مجال البحر النهارده بطريقه هايله قوي قوي، يعني فوق ما تتوقع. نسيت اقول لكم ان اتفاقيه البالست ووتر مانجمنت تحصل لها تعديلات برضو، يعني تعديلات انا طبعا ما قريتهاش، بس سمعت من شيف اوفيسرز كتيره جدا اتكلمت على التعديلات ديت، وبقت خنيقه التعديلات دي بصراحه. فانت محتاج برضو تبص على التعديلات ديت، مهم انك تبص عليها، يعني يهم الناس اللي بتشتغل في الحته بتاعت منطقه الخليج. لو انت شغال على اي مركب من الاعلام الخمسه السته اللي منشورين في السيركل الاخيره تبع الامارات، من ضمنهم سرديون وتوجو والحتت ديت، خلاص اتمنعوا من الدخول، مفيش مركب هتخش بالعالم ده، خلاص الامارات خدت قرار ان هي مش هتدخل اي مراكب من الاعلام دي خالص. خبر مهم برضو للبحاره كلهم عشان يبقوا عارفينه برضو، يعني اللي مهتم، انت ممكن النهارده تدخل على موقع بتاع المارلينز وتاخد بعض الكورسات اللي تهمك، يعني مش لازم تروح الاماكن المعمده يعني في كورسات معتمده مع المارلينز، ومعتمده برضو من اللود ريجستري والدي ام في، فانت ممكن تبدا تتعامل معاهم وتدخل تاخد كورساتهم لو انت عايز، مش لازم بس المكان المخصص اللي احنا عارفينه يعني، لا في اماكن كتيره جدا اونلاين بتعمل الحاجات ديت، وبتعملها باسعار برضو يعني مش رخيصه، بس برضو اسعار مهمه. وده خبر مهم ليه بقوله؟ عشان في ناس كتير يعني بتحاول تاخد كورسات، فبيبقى عايز يعرف الاماكن اللي ممكن يروحها. بكده نوصل لنهايه يعني الحلقه الاولى بتاعت شهر اكتوبر، ويعني اتمنى ان انا اكون غطيت لك
اغلب الحاجات يعني الحمد لله رب العالمين على قد ما اقدر. دي الحاجات اللي هي المهمه اللي حصلت في شهر 10. ان شاء الله نستنى بقى شهر 11 بس تكون في اخبار حلوه ان شاء الله باذن الله يا رب. بنبارك ثاني للابطال رضا، وبنبارك لكل الناس، واتمنى لكم رحله يعني مستمتعه، وكل واحد يلاقي حظه في البحر ان شاء الله باذن الله يا رب على خير. يا رب تكون حلقه كويسه، اتمنى والله هي لسه اول حلقه، وان شاء الله نكمل على طول. نشوفكم على قناه التليجرام، ونشوفكم على قناه الواتساب، بننزل برضه فيها معلومات مهمه. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.